هسجل بس. صباح الخير عليكم. انا قلت لكم انه النهارده هكلمكم عن حادث حصل لي في واحد سيوه. واحد سيوه دي بعيد عن اسكندريه، واصلا هم عملوا الطريق اللي يودي على واحد سيوه في الثمانينات 1982 يا فندم. يعني قبل كده كانت واحد سيوه ديت محدش اصلا يعرف ايه ده يعني. فكان الكلام ده انا بكلمه من 2008 او 2006. كان عندي مجموعه، والمجموعه ديت احنا طلعنا من القاهره، بيتنا في اسكندريه، وهنروح نبيت فين؟ في واحد سيوه، وهنعمل زيارات واحد سيوه. فلما وصلت هناك انا وصلت على الغدا، كانت الساعه 11:30. ففي المطعم اللي هناكل فيه قبل الواحه نفسها، دخلنا كلنا وتمام. قلت بقى الزبون تعبان فعايز يريح كده، هيروح عليا يوم مش هعرف اعمل فيه زياره. فقلت اعمل زياره سيوه شالي، اللي هي القلعه بتاعت سيوه اللي في وسط البلد. اياميها بقى يا باشا ما كانش فيه الاوتيلات بتاعت دلوقتي والكلام ده، كان فيه سيوه شالي وبارادايس وجعفر بس، مفيش اوتيلات تاني. البلد بتنام من الساعه 8. فروحنا، انا طالعه سيوه شالي دي او قلعه سيوه الساعه كام؟ الظهريه يا بيه، 12:30 الظهر، 12:30. طب ده مكان اثري، قبل بقى ما يحطوا فيه كهرباء وكشافات مفيش الكلام ده، احنا طالعين على الله. طلعت ده مكان اثري يعني مفيش سكان فيه، فازاي انا اطلع القلعه؟ انا طلعت لحد قمه القلعه، فبصيت لقيت فيه بيوت تحت، في ناس رايحه جايه. قلت يا نهار اسود، هم سايبين الناس تعيش في القلعه، قلعه قديمه؟ ازاي ده يا جدعان؟ ايه ده؟ انا قلت اما انزل بقى اكلم بتوع الاثار اقول لهم ده في الناس دي قاعده ازاي. المهم الزباين بقى ايه، بصينا لقينا بقى اوضه مدهونه لونها لبني كلها، وطالع منها عيال لون عينيهم زي فسفوري، اخضر فسفوري، كبيره كده، وعيال 8 سنين 6 سنين صغننين، وعيال تلعب وبتجري. فطبيعي ان الزباين هتصور الاطفال دي، خصوصا عشان لون العين. حتى الزباين بتقول لي ايه ده، احنا ما شفناش لون عينين قبل كده زي دي. وابتدوا يصوروا الناس، ابتدوا يصوروا الاطفال. طلع لنا واحد بقى عجوز، كان لابس جلابيه لونها ما بين الرمادي والبيج، وجاكيت اخضر، والله ده حصل. والراجل ده عجوز جدا وما بيتكلمش عربي، بيتكلم سيوي، والسيوي ده امازيغي. كل الجيل بتاعه كان بيتكلم امازيغي، والراجل في حدود 60 65 سنه. فلما شاف الزباين بتصور الاطفال عملنا كده، لا 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 يعني ما تصوروش. والعيال طلعت تجري تستخبى. قمت انا بقول له سلام عليكم، ما فيش، ما ردش عليه السلام، عمل لي كده ومشي، يعني انت وزباينك. المهم طلعت فوق، الزباين صورت الفيو بانوراميك من فوق وبتاع، وقلت طب والله وانا نازله لا اكلم الظابط اقول له ايه اللي ساكنين فوق دول، وكمان عاملونا معامله مش قد كده يعني. فنزلت بقى ايه، اسال العسكري اللي تحت، بقول له يا ابني في سكان في القلعه؟ القلعه قديمه، ازاي فيها سكان وفيها كذا وكذا؟ قال لي ما يا مدام اقسم لك بجلاله الله ما في حد في القلعه. قلت له ازاي ده؟ انا شفت وهطلع معاك اوريك الاوضه واللي شفنا فيها الراجل اللي بيتكلم ده، حتى في اطفال صفاتهم كده. قال مفيش الكلام ده. طلعت مع العسكري، لفيت والله العظيم انا بحلف بالله، لفيت القلعه سنتي سنتي، ان الاقي الاوضه ولا الاقي العيال اللي كانوا بتجري ولا الاقي الراجل. ما لقيتش حد خالص. اللي كنت بسمعه من ستي ومن جدتي زمان انه الارواح او الجن بيطلع امتى؟ بيطلع الساعة الظهرية قوي، تكون الشمس فيه ضربة جامد، او بالليل من قبل صلاة الفجر مباشرة. فالزبائن بتقول لي هم ليه ما صورناش؟ قلت لهم والله بس ما انا مش هقول للزبون، يقول لي انا عايز اروح دلوقتي لو قلت له. فقلت له لا، اصل هم ما بيحبوش يصوروا، يعني ما بيحبوش التصوير وكده، وخايف ما بيحبوش الكاميرا والكلام ده. دي قصه برضو من ضمن البلاوي السوداء اللي حصلت لي في الشغلانه بتاعتي ديت. احنا بقى عمالين انا 33 سنه
مر عليا حاجات كتير جدا جدا. شفت حيوانات ما كنتش عمري هعرف اشوفها في حياتي. كل شويه احكي لكم قصه. دلوقتي طبعا سيوة الشالي دي القلعه حطوا فيها كشافات ظهر صبح وليل شغاله، والناس بتزورها وكل حاجه. وعشان سيوة كمان بقت الناس بتروح وتيجي عليها. انا اللي بحكي لي ده بحكي لي من سنين طويله. دلوقتي طبعا في تقدم وفي ناس عايشه والدنيا جميله. صباحكم فل.